بص يا عم الاهلاوي، بص يا عم الزملكاوي، الفيديو ده هيفرح الاهلاويه وهيزعل مني الزملكاويه قوي عشان تعرف تاريخ الزمالك الجميل العظيم، اكبر قلعه مضحكه في مصر. بيتريقوا علينا عشان احنا بنلاعب فرقه هايفه، فرقه تافهه، فرقه شباب بلوزداد اللي غلبناهم 6-1، اللي هم اتغلبوا منهم في 2000 في 2023 في شهر 2 و3 ما اعتقد، على ارضهم شباب بلوزداد 2-0، وعلى ارض او على ارض الزمالك في مصر 1-0. ماشي. بيتريقوا علينا، احنا بيتريقوا على الاهلي اللي هو كسب 6-1. ايه يقول لك ايه؟ واحد زي زموره يقول لك ايه وغيرهم، يعني دي فرقه هايفه، فرقه فاضيه، فرقه ضعيفه، فرقه مش قويه. وبعدين بقى ايه يعني ايه يهرتلوا ويلبخوا. طب تعال كده نشوف كده تاريخك في دوري ابطال افريقيا عامل ازاي. من 2003 الخروج من دور ال 16 من سيمبا التنزاني، 2004 الخروج من دور ال 32 من الجيش الرواندي، 2005 خسارة نصف النهائي أمام الأهلي المصري، 2006 سادس الدوري ولم يشارك، 2007 خسارة من دور ال 32 أمام الهلال السوداني، 2008 الخروج من دور المجموعات وطبعا حصالة، 2009 ثالث الدوري ولم يشارك، 2010 سادس الدوري ولم يشارك، 2011 خروج من دور ال 32 أمام الإفريقي التونسي، 2012 و2013 و2014 خروج من دور المجموعات طبعا كالعادة حصالة، حاجة معروفة يعني، و2015 ثالث الدوري ولم يشارك، 2016 برضو خرج أمام من دور امام صن داونز في النهائي، 2016 امام صن داونز في النهائي، و2017 خروج من المجموعات، 2018 ثالث الدوري ولم يتأهل، 2019 رابع الدوري ولم يتأهل، 2020 طبعا القضية ممكن امام الاهلي، افشى القضية ممكن يلا احترمنا له او احترم له، 2021 خروج من دور المجموعات، 2022 خروج من دور المجموعات طبعا حصالة أساسي يعني، 2023 خروج من دور المجموعات طبعا حصالة، و2024 ثالث الدوري ولم يشارك، و2025 ثالث الدوري ولم يشارك. دي كانت إنجازات أكبر قلعة مضحكة وليست قلعة رياضية في مصر. دي كانت إيه؟ دي إنجازاته. فبالشفا يا حلوين يا طعام. لكن ما احنا 12 لها دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله ناخد السنه دي ال 13. ها. سلام يا اكبر قلعه مضحكه في مصر، سلام.